يبقى انت اللي غلط. لا، انت بتقول حاجه تانية بس. طيب يمكن موقف الاخير لما كان بس اليافطه باسم والدتك طبعا لا لا لا، مش هتكلم خالص في الموضوع ده. انا ما صدقت هديت. يا لسه الموضوع جواكي. لانه ده يخص اهلي، وانا الحقيقه يعني اتلعب بيا في الموضوع ده، فانا ما بحبش اتكلم في الحاجات السلبيه اللي انا بقابلها في حياتي. معلش بس كلمه اتلعب بيا دي مش عارف اعديها. لا لا لا، لازم تعديها لان دي حاجه تخصني وتخص اهلي. اكيد. لا انا يمكن مش عايز الموضوع تحديدا، بس يمكن لما الناس فهمت طريقتك في التعبير غلط. كل واحد حر يفهم اللي هو عايزه. لكن الناس عارفه انا مين من زمان. طبعا وعارفه انا بقول ايه كل يوم. انا صح. في وسط الناس، انا مش بعيد. انت طول الوقت معاهم. عشان كده صح. محدش من اللي يعرفوني فعلا هيفهمني غلط، مستحيل. طبعا. اشرف زكي كده حسيتيه وقف معاكي صح؟ حسيتي الفنانين والتفاعل اللي حصل؟ دكتور اشرف زكي بيقف مع كل الفنانين. وفاة مهمه جدا، وانا بالنسبه لي وقف معايا وفاة كبيره ومهمه جدا جدا ومصيريه في حياتي. كانت في اوقات فعلا كان كل الناس بتهاجمني، كان هو بيكون ظهري في الحاجات دي. ومش لوحدي الحقيقه، كل الفنانين لهم. اشرف زكي له عندنا له جوانا حاجات كتير الحقيقه كبني ادم اكتر منه كنقيب بجد بقى. مين اللي دايما واقف في ظهرك وسندك؟ انا طبعا بعد ربنا مفيش غيري، وكلنا كده، مفيش حد فينا مش واقف مع نفسه طبعا. يعني دي حاجه حلوه، دي حاجه ما تزعلش، يعني دي مش دراما. اللي بياخدها دراما ده غلبان. طبعا. طب ايه اللي بيقويكي وبيقوي نفسك طول الوقت؟ ربنا موجود. ربنا هو اللي ماسك الدنيا، فمفيش حد ماسك الدنيا غير ربنا طبعا. فدي حاجه تطمن اي حد. طيب انا عايز اعرف منك كمان، شايفه مهرجان القاهره للدراما كان فيه تكريمات، البعض انتقد عدم تكريم ريهام عبد الغفور، شايفه ده ازاي؟ ورايك ان ريهام تستاهل التكريمات طول الوقت؟ والله انا رايي ان كل فنان في مصر يستاهل التكريم، لانه ادى كتير وعمل كتير وكان عظيم في وقت ما. فدي حاجه كلنا لازم، دي مستحقات طبعا. لما نديها للناس اكيد كلنا بنفرح، يعني مش بس اللي بياخدها بس. فيعني انا اتمنى انه احنا ما نقعدش كل حاجه نقف عندها. اكيد. نتفرج ونتبسط ونموف اون ونفكر في الاحسن. يعني اللي عنده انتقاد للمهرجان ده يعمل مهرجان تاني. صح. وخلاص. سؤال بعد ما اتفرج على مسلسل المداح، الناس قارنت بين اداء حضرتك واداء الفنانه لوسي، شايفه ان هي عملت الدور ازاي؟ طب ازاي الناس هتقارن بين ادائي وبين اداء لوسي مع ان انا ما عملتش المسلسل؟ انت لما شفتي اداء لوسي مع لوسي عظيمه. لوسي عظيمه وحبيبتي واختي، ويعني لوسي من يعني انا اول حد انتج لها في مصر في حاله تلبس، فيعني كانت وجه جديد لسه، وكانت بطله في الفيلم وكانت عظيمه كالعاده. اعتذارك كان خوف من العفاريت؟ لا 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 خالص، كان بس كنت بعمل الصندوق وكذا حاجه، فكان صعب التوفيق في المواعيد. وانا اصلي ما بحبش توتري في المواعيد، انا بحب اركز في العمل اللي بعمله يعني. اكيد. مشكورك جدا وشرفتينا.